السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. انهيار تاريخي بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي. ولكن قبل البدء بالفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. سجلت الليرة السورية في افتتاح سوق اليوم الأربعاء أدنى مستوى في تاريخها، متجاوزة عتبة 7000 مقابل الدولار الواحد الأمريكي. ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق وحلب إلى 7050 مبيع، إلى 6900 شراء، وفي إدلب إلى 618 مبيع، إلى 6760 شراء بحسب موقع الليرة اليوم المختص بأسعار العملات. وسجلت الليرة السورية ثلاث أسعار صرف خلال يوم أمس الثلاثاء، إذا افتتح السوق على سعر 5725 مقابل الدولار الواحد، ليرتفع بعد ساعات إلى 6800 ليرة سورية، فيما أغلق على سعر 6975 لكل دولار أمريكي واحد. أما مصرف سوريا المركزي فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت بلغ 3015 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وهو السعر الذي حدده في 6 من كانون الأول 2022، هبوط بنسبة 93% خلال عام. وبحسب بيانات موقع الليرة اليوم فقد تراجع سعر الليرة السورية منذ مطلع العام الجاري بنسبة 93% على أساس سنوي، وفي حين تراجعت بنسبة 22% على أساس شهري. وفي النهاية أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو، وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.